فبيني بتلهي واحد منهم عبال ما بولت يخلص على الاتنين التانيين. ولما اخر واحد منهم بياخد باله من اللي بيحصل بيني بتقول لبولت برق، فبيبرق فعلا والسلاح بيتكسر من ايده، وبعدها بيروح لغرفه التحكم. وقتها بولت بيضرب الحارس وبيفقد الوعي، وبيني بتحاول تدخل على النظام ولكن الكهرباء بتفصل، وبيطلع لهم كاليجو وبيخطفها وبيطير بيها بعيد، وبيجي واحد من ورا بولت بيحطه جوه قفص وبينهوا المشهد على كده. بعدها بيني بتحاول تطلعه ولكن استاذ كلا حبيبي يقول لها لا ما ينفعش، والافضل انه يكون فاهم انك لسه مخطوفه، وبتكون زعلانه جدا ان بولت هيفضل قلقان عليها لغايه ما يصوروا المشهد اللي بعده. وبعدها بنروح للكرفان والراجل بيطلعه من القفص، وفي نفس الوقت القطتين بيروحوا يرزلوا عليه تاني ولكن مش بيلحقوا يعملوا حاجه، لان اول ما بيفتحوا سقف الكرفان بولت بيستغل الفرصه وبيهرب من المكان، وبيسمع صوت بيني وهي عماله بتقول الحقني، وبيفضل يجري ورا الصوت، ولكن الصوت بيكون طالع من عند المونتير البائس اللي عمال بيمنتج في الفيلم. وبيكمل بولت جري ورا الصوت لغايه ما بيلاقي صندوق عليه العلامه بتاعت كاليجو، فبيفتكر ان بيني جوه الصندوق، ولما بينط عليه بيخبط في الازاز وبعدها بيقع جوه كرتونه بضايع. لا وفي الاخر في واحد